السلام عليكم، معاكم دكتور محمد عادل، والنهارده ان شاء الله هقولك معلومه في السريع. حسيت قبل كده ان رجلك فيها شكشكه كانك ماشي على ابر، او صوابعك بتنمل من غير سبب، او وجع بيشد في ظهرك نازل على رجلك لحد الكعب؟ الاعراض دي مش بسيطه، دي رساله من جسمك بيقولك فيها خلي بالك الاعصاب بدات تتعب. التهاب الأعصاب مش مجرد وجع، ده مرض ممكن يدمر حياتك لو ما تعالجش بدري. في منه اللي بيجي بسبب السكر، وفي اللي مرتبط بعرق النسا، وفي اللي سببه بعض الأدوية أو نقص الفيتامينات. في الفيديو ده هنفهم مع بعض يعني إيه التهاب أعصاب، وإزاي السكر ممكن يدمر الأعصاب، وإيه علاقة عرق النسا بكل ده، وإيه أفضل الأدوية والعلاجات الموجودة اللي بتجيب نتيجة كويسة. أول حاجة تعالوا نعرف يعني إيه التهاب أعصاب. الأعصاب هي شبكة الكهرباء اللي بتوصل الإشارة بين المخ وكل جزء في جسمك، فلما يحصل التهاب أو تلف في الأعصاب الإشارة دي بتتلخبط. يعني المخ ممكن يحس بألم من غير سبب حقيقي، أو العضلات تبقى ضعيفة، أو الإحساس بيقل في الأطراف. تعالوا نعرف إيه أنواع التهاب الأعصاب. أول حاجة التهاب الأعصاب الطرفية، التهاب عصب الوجه أو العصب الخامس. تالت حاجة التهاب عصب نتيجة ضغط أو إصابة زي عرق النسا. تعالى أقولك علاقة السكر بالتهاب الأعصاب. مرض السكر من أكتر الأسباب اللي بتسبب التهاب الأعصاب الطرفية، وده لأن ارتفاع السكر لفترة طويلة في الدم بيبدأ يبوظ الشعيرات الدموية الصغيرة اللي بتغذي الأعصاب، والنتيجة إن الأعصاب بتضعف وبتموت بالتدريج. تعالى أقولك على أشهر الأعراض: تنميل في الإيدين أو الرجلين، ألم حارق أو لسع كهرباء، ضعف في الإحساس بالحرارة أو اللمس، واحيانا جروح في القدم من غير حتى ما المريض يحس بيها. العلاج الاساسي هنا انك تظبط السكر وتبدأ علاج داعم للاعصاب. عرق النسا مش اسم عصب واحد، ده اسم ألم ناتج من ضغط على العصب الوركي. العصب ده هو اطول عصب في الجسم، بيمشي من اسفل الظهر لحد الرجل. تعال اقولك على اهم اعراضه. ألم بيبدأ من اسفل الظهر ونازل على الرجل، والألم ده بيزيد جدا لما بتقعد، واحيانا بيحصل تخدير او تنميل. علشان كده التشخيص لازم يكون صح، لان الاعراض قريبة من التهاب الاعصاب الطرفية. نيجي بقى لاهم فقرة، وهي فقرة العلاج. العلاج بيتقسم لثلاث مراحل رئيسية. اول حاجة لازم نعالج السبب. لو السكر مش مظبوط لازم يتظبط الاول، ولو في نقص فيتامينات لازم نبدأ بتعويضها. تاني حاجة هنتكلم عنها هي الأدوية اللي بتغذي الأعصاب، ودي أهم مجموعة بتساعد العصب إن هو يتجدد وكمان يشتغل صح. أهمهم الفيتامين بي كومبلكس زي فيتامين بي 1 وبي 6 وبي 12، موجودين في الصيدلية بأشكال كتير. في الأقراص زي النيوروتون والنيوروفيت، وكمان الميلجا ادفانس، وكمان في منها الباتشات زي الليميتلس بي كومبلكس، ودي لازات بتتحط على اللسان وبتدوب في وقتها، وموجودة كمان في الأمبولات زي الليفابايون والأومنوفورا وكمان النيوروتون. تاني حاجة نتكلم عنها مضادات الأكسدة، الألفا لايبويك أسيد زي السيتوسيد وكمان الألفا فيم، ودي بتتاخد مرة يوميا قبل الأكل بساعة. ده مضاد أكسدة قوي بيحسن الإحساس وبيقلل التنميل والحرقان، وخصوصا لمرضى السكر. تالت حاجة هي أدوية الألم العصبي. لما الألم يكون شديد أو حارق زي لسعة الكهرباء، ساعتها بنحتاج أدوية مخصصة زي مادة الجابابنت الموجودة في الجابتن، وكمان النيورنتين، وكمان مادة الدلوكسيتين الموجودة في السمبالتا، وكمان مادة الأميتريبتيلين، ودي بتتاخد قبل النوم عشان تقلل الوجع. الأدوية دي لازم تتاخد تحت إشراف طبي، لأنها محتاجة جرعات متدرجة وكمان متابعة. رابع حاجة نتكلم عنها هي العلاج المساعد زي العلاج الطبيعي، وكمان المشي المنتظم، والتغذية الغنية بفيتامين بي، وكمان تجنب التدخين والكحول. تعال أقولك على التركيبة المثالية لعلاج التهاب الأعصاب. ملجأ أو نيوروتون أقراص بتاخد بعد الأكل مرتين يوميا، السيتوسيد 600 قرص قبل الأكل مرة واحدة يوميا، ولو الألم شديد ممكن تاخد الدلوكسيتين مرة واحدة بس بالليل، بس تحت إشراف طبي. في حالات نقص فيتامين بي 12 ممكن تاخد الديبوفيت عضل كل أسبوع. ومتنساش طبعا المشي اليومي وتقليل السكريات وشرب مية كفاية. بيبدأ التحسن من 3 ل 4 أسابيع، بس لازم تستمر على العلاج. لازم تعرف إن الأعصاب مش بتتعب فجأة، هي بتفضل تبعتلك في إشارات بسيطة زي الشكشكة والتنميل والوجع البسيط، لحد ما في يوم تكتشف إنك مش قادر تمشي زي الأول. متستهونش بأي عرض بسيط، واهتم بأعصابك كأنها كنز، لأنها فعلا هي اللي بتحرك كل حاجة فيك. العصب اللي بيتصلح النهاردة هو الألم اللي مش هتحسه بكرة. يا رب تكون استفدتوا من الفيديو، لو عندك سؤال سيبه في الكومنتات وأرد عليك. متنساش اللايك والسبسكرايب والشير. سلام.